يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. هاي صارت الساعة 4 ولهلا ما بين. لك وين بدي يكون راح؟ لك والله قلبي مثل النار عمال بيغلي. دخيلك يا رب، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا ربي. دخيلك وينك لهلا؟ وينك لهلا وأنا قلبي مثل النار عم يغلي عليك وموبايلك مسكر؟ وين كنت؟ اول شي بقول له مرحبا امي، بعدين موبايلي مطفي لانه خلص شحنه، ورجعت مشي مثل ما رحت. مشي؟ عم تحكي جد لك امي؟ وسيارتك وينها؟ صاير فيها شيء؟ لك لا بعيد الف شر، شو يصير لها شي؟ والله بنجليت، بس يعني عم وفر بنزين من هلا لاخر الشهر. ولي على قامتي ان شاء الله. وليش عم بتوفر بنزين؟ امي شو ليش عم وفر؟ خلص هيك انا بتعرفيني. طيب ماشي، رح احط لك لقمه اكل. لا تحطي لي شي، اساسا انا صايم. شو؟ صايم؟ ايه ما في رمضان لحتى تصوم، وليش صايم؟ هي علينا يا امي هيك، انا مقرر اصوم كل تنين وخميس، هيك منه بوفر مصاري ومنه صح للجسم. ولي على قامتي، ولي على قامتي على الحكي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يلا ماما انا طالع انام. معه حق والله، معه حق يطلع ينام. لك ما عنده شيء يفكر فيه. بده يوفر لا بنزين ولا شيء. ولي على قامتي، ولي على قامتي. شو الجديد يعني؟ ابنك كل عمره هيك. ايه ماما، بس مو لهالدرجة هي. كل ما عم يكبر كل ما عم بيزيد بخله. كل ما بيزيد معه القرش ابنك بيتكحتم، صاير بيشبه ابو نجيب هالفترة ها. الصيام ما عرفته وهو حرارة الإيمان عم تنقط منه. لازم نلاقي حل للقصة، لأنه خايفة عليه كتير حالته تزيد أكتر من هيك. أكتر من هيك؟ أمي ابنك وصل لأهم مراحل البخل خلص. هلا حضرتك عم تتمسخري؟ جاي لحتى تساعديني ولا لحتى تتمسخري؟ يعني آسفة بس كل العيلة هيك، حتى جدي الله يرحمه كان بخيل. خلص ما علينا. شو رأيك تزوجي؟ هي صار عمره 35 سنة وما بقى صغير. زوجه؟ ايه تزوجيه، بركي بيفرض ايده بقى شوي وبيتلحلح وبيصير بيتحمل مسؤوليات بيت وولاد. فكرة حلوة، بس كيف بدنا نقنعه؟ حبيبتي عنده بيت وشغل وسيارة، يعني حلم أي بنت بعمري. وإذا ناقصك عروس أنا عندي إياها. مين؟ بنت جيراننا اسمها قمر، وهي فلقة قمر يا أمي ما تشوفيها. وقاعدة وساكتة حضرتك؟ قومي اعزميها خليني اشوفها. ولا تقنعي اللوح اللي عندك بالأول. لا تقلقي، اللوح اللي عندي أنا بقنعه. قومي على الحارك عزميها هي وأمها على فنجان قهوة. يا الله فظيعين انتو هالعيلة، متى ما حطيتوا شي براسكم مستحيل، خاصة انتي أمي ما بعرف أنا وين عايشة يا ربي. خلص ولا قومي تحركي وعزميها. حاضر. إذا ما بتجيبي الجلطة أنت وأخوكي. شو رأيك بهالبنت؟ كتير 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 حلوة، بعدين محترمة ومهذبة وخريجة وبنت عالم وناس. شو قلت؟ والله يا امي هذا الحكي كله ما بيعنيني، وبصراحه ولا وحده من البنات اللي فرجيتيني اياهم بتزبط معي. ما فهمت عليك، شو يعني ما بزبطوا معك؟ ليش بتعرف بنات كتير وعم تحكم عليهم هيك؟ لا بس كلهم فيهم مشكله وحده، انهم عازبات. ما فهمت. امي انا بدي وحده ارمله او مطلقه، يعني لا بدها تخلف اولاد ولا في وجع راس تبع فوات ورضاعه وسيران يعني طويل عريض. خلص انا بدي زوجه بدون اولاد. شو هالحكي هذا اللي عم تحكي؟ لك في واحد عاقل بالدنيا كلياتها بيترك البنت العزبة والصغيرة الحلوة وبيفكر ياخد وحدة مجوزة ومطلقة أو أرملة؟ ايه انا، لانه يا امي انا لما باخذ مطلقه او ارمله ما رح تطالبني بعرس، هذا اولا. ولي عليك إن شاء الله. وثانيا؟ ثانيا يا امي انا ما بدي خلفه ولا بدي اولاد، يعني لا عندي مصروف فوط ولا عندي مصروف حليب، لهيك ولا وحده من هدول اللي فرجيتيني اياهم بيناسبوني. شوفوا لا، ومن قلع من وشي أحسن لك، ووشك هاد ما عاد بدي أشوفه ببيتي. روح اقعد ببيتك واصرف على حالك، ونتجوزت ولا إن شاء الله عمرك ما تتجوز. ليش امي عم تحكي معي هيك؟ بدل ما تنبسطي انه عندك ابنك اقتصادي واداري. إداري؟ يا ريت أبوك كان إداري ولا شفت هالخلقة هي. ومن قلع من خلقتي ولا تحرك. بحياتك ما رح تفهمي علي. اسم الله حولك، شو ذكي قال؟ شو ما بده بنت عزبة
ولا حلوة ولا صغيرة، بده وحدة أرملة أو مطلة. العمى على هالجنان، العمى.